السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. ورجعت لكم فيديو جديد كله حماس وطاقه ونشاط. غنتقاسم معكم كذلك في الفيديو ديال اليوم وصفات اللي غادي تنال اعجابكم. غادي نتقاسم معكم عجينه جينواز بطريقه سهله وبسيطه باش تجهزي طرطه زوينه راقيه بنينه غير من دارك وبمكونات بسيطه ومتوفره في كل بيت. ثم غادي نديكم معايا تحضروا معايا الحفله اللي نظمناها احتفالا باسود الاطلس، فرصه باش نضحكوا وننشطوا ونبدلوا جو. طبعا هذه الحفله كان المفروض انها تكون قبل بكتير، لكن بما اننا في فتره احتفالات براس السنه فما كناش لاقيين شي لوكال اللي نديروا فيه الحفله. تقريبا كل شيء محجوز وكل شيء عامر في هذوك التواريخ اللي كنا باغيين فيهم، وهذا اول تاريخ لقيناه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا انا كنعمر هاد القريعات اللي خديتهم من التيدي، خديت وحده للقهوه وحده للسكر. كيعجبني مره نغير حويجات واخا تكون غير بسيطه، غادي تغير النفسيه ديالي وتجدد النفسيه ديالي. كنصحك انك تغيري كل مره ولو انك تغيري غير المكان ديال الاشياء من مكان لمكان، صدقيني كتعطيك واحد الطاقه ايجابيه وكتحسي كانك جددتي البيت كله. بالنسبه للبنات اللي كانوا معايا قدام في القناه فما عارفين انه انا ركن القهوه ما كانش عندي هنايا، يلا بدلته لهنا. وهذا لان المكان ديالو اليوم خصصته للثيرموميكس، لانه حجمه كبير ما جانيش في هذا المكان، فاضطريت انني نغير وندير ركن القهوه في هذا القنيت وجا ما بيش. غادي ناخد معايا طرطه، وقلت ضروري انني نتقاسم معكم الوصفه ديالي في جينواز اللي كتجي رائعه وسهله وبسيطه وناجحه 100% من اول مره. كذلك غنتقاسم معكم جوج ديال لي صلصات، فخليكم معايا. بالنسبه للمقادير فهي سهله وبسيطه. ندير 4 ديال البيضات، 5 ديال معالق السكر، 5 ديال المعالق الزيت، 5 ديال المعالق الطحين، و5 ديال المعالق الماء، وعندي قبيصه ديال الملح والفانيليا، وطبعا خماره ديال الحلوى. بالنسبه للخميره ديال الحلوى فانا استعملت 8 غرام اللي زدتها على الدقيق بعد ما غربلته. غادي نستعمل انا العجانه، فضروري لو ما عندكمش تستعملوا ضراب كهربائي باش يتضاعف الحجم ديال البيض. غادي نستعمل هنا او غادي نبدا بالبيض اللي غادي نضيف عليه 5 المعالق ديال السكر، غادي نضيف عليه فانيليا، وغادي نضيف عليه قبصه ديال الملح، وغادي نديرو يتخلط حتى يتضاعف الحجم ديالو. هذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه، كيكون متضاعف ومتكاتف بحال الشكل ديال الكريمه. في هذه المرحله غادي نضيف عليه الزيت وغادي نضيف عليه الماء. وطبعا الكميات كيف ما سبق وقلت لكم 5 ديال المعالق، 5 ديال المعالق من كل حاجه، يعني ما غاديش تلفوا في المقادير لانها بسيطه وسهله. غادي نرجعها تخلط غير واحد شويه، واحد 20 ثانيه تقريبا او 30 ثانيه، وغادي نضيف عليها الطحين والخماره اللي غربلتهم من قبل باش ما يكون عندي حتى شي تكتلات. وفي هذه المرحله غادي نقوم بالخلط طبعا غير بسباتولا باش ما تهبطليش الحلوى ديالي. في نفس الوقت غادي نكون كنسخن الفران او سخنت الفران على 180 درجه، وغناخذ المول اللي غادي نجهز فيه. بالنسبه لي انا بما انني استعملت او درت طورطه، فانا درت هاد العجينه 3 ديال المرات لانني درت منها على حساب جوج ديال الطورطات، طورطه كبيره وطورطه صغيره. غتشوفوا معايا هذا المول الكبير اللي حطيت فيه كميه كيف ما غادي تشوفوا تقريبا اغلب العجينه اللي كانت عندي. كنحاول انني نفردها على المول كامل، وطبعا من بعد غادي نضرب هذا المول ديالي مع سطح العمل حتى تقاد العجينه ديالي كامله، كتكون غير طبقه رقيقه ماشي غليظه بزاف. وغادي نمشي للمول الثاني اللي غادي نجهزه بنفس الطريقه، طبعا كنوضع فيه ورق الزبده وكندير فيه الكميه الثانيه. انا علاش درت جوج ديال الطورطات؟ حيت وحده غناخذها معايا وحده غنخليها في الدار. هذا هما المول اللي خرجوا لي داك الكميه ديال العجينه. انا طبعا كيف ما قلت لكم درتها 3 ديال المرات وخرجت لي بنفس المقدار. واحد لاباط على حساب الطرطه الكبيره والاخرى على حساب الطرطه الصغيره. شوفوا كيفاش كتجي البنات، والله العظيم كتجي غزاله غزاله. ديروها بعينيكم مغمضين بلا ما تخافوا واش غتنجح لي واش ما غتنجح ليش، واش تهبط لي ولا ما غتهبط ليش. ديروا 180 درجه وخليوها في الفران تقريبا اقل من ربع ساعه، غير حضيوها تبدا تاخذ اللون ديالها. شوفوا كيفاش كتجي طريه
وهشيشه لدرجه انك ممكن تستعمليها حتى بلا ما تسقيها. انا بالنسبه لي غادي نسقيها بشويه ديال الحليب باش ما تكونش نسبه الحلاوه فيها طالعه. ممكن انكم ديروا بها لا تارت، ممكن ديروا بها تارت غولي او لي بوش، ممكن انكم ديروا بها لي بتيت تارت. اي حاجه بغيتوها راه غادي تصلح لكم لانها غزاله وناجحه من اول مره. هنا غادي نبدا معكم في اول كريمه اللي غادي نستعمل كطبقه. كناخد كمية من الفواكه البرية، يعني الفramboise، الفريز، البلوبيري، اي حاجة عندكم. انا خديت هاد الساشي هكذا كونجيلي ضفت عليه السكر. طبعا النسبة ديال السكر كتختلف باختلاف الحلاوة اللي نتوما باغيين، وكذلك باختلاف الكمية ديال الفواكه اللي استعملته. على جنب هنا كناخد كمية ديال الشوكولا، تقريبا عندي 200 غرام ديال الشوكولا البيضاء. انا استعملت هذه اللي كناخدها من الميركادونا، ممكن انكم تستعملوا اي شوكولا بيضاء متوفره عندكم. غادي نضيف عليها 300 مليلتر ديال هاد الناطا. غنسخن الناطا مزيان على نار مهيله، وغادي نضيف لها الشوكولا ونبدا كنحرك برا على، يعني بلا ما نديرهاش فوق البوطه ونحرك نحيدها من البوطه. غادي تذوب غير بالحراره ديال الناطا حتى تذوب لي مزيان. وغادي نضيف لها ملون احمر، وكان هذا الملون الاحمر اللي ضفت لها للاسف هو الملون الوحيد اللي كان باقي عندي، وانا كنت محتاجاه للتزيين وما كنتش عارفه لاني كنت غادي ندير الطرطه ديال علم المغرب، طبعا احتفالا باسود الاطلس. لما وصلنا لمرحله التزيين اكتشفت انه هذاك هو اللون الاحمر الوحيد اللي كان عندي. هذا هو الفرomبواز ديالي او الفواكه ديالي البريه. بعد ما تعسلات غنطحنها مزيان ونضيفها على الشوكولا ونحركهم ونصفيهم وندخلهم للثلاجه. هنا عندي الناطا. بالنسبه للناطا الكريمه غادي نستعمل في التوتال ديال جوج ديال الحلوات دخلت لي تقريبا 4 ديال الناطات، يعني تقريبا 2 كيلو ديال الناطا. لكن بما انكم ديروا حلوه واحده غادي تدخل لكم فيها غير وحده. هنا غير جوج زعما كيلو. هنا عندي جوج ديال الناطات اللي في بسعه 500 مليلتر اللي درتهم في الثلاجه مده 24 ساعه، ودرتهم في كونجيلاتور مده 4 ساعات. ضفت عليهم كميه السكر المناسبه ليا، وغنضيف عليهم 250 غرام ديال جبن ماسكاربون. للاسف الشديد ما تصورتليش هاد المرحله. الجبن الماسكاربون ضروري باش تكون عاقده الكريمه ديالكم. هنا عندي شويه ديال اللوز، شويه ديال البندق اللي قبضتهم وحمرتهم مزيان وسخنتهم وهكذاك باقيين سخونين. درتهم في انا غنستعمل التنوميكس، ممكن تستعملوا اي مطحنه كهربائيه عندكم كطحن مزيان حتى تولي عندي زبده اللوز والبندق. الكريمه ديالي ها هي طلعت كيف ما كتشوفوا، وحتى الزبده ديالي ها هي دي جهزات ووجدات. غادي نخلطها مع نصف الكبير ديال كميه النطا اللي درت، تقريبا نقولوا 3/4 ديال النطا اللي عندي. غادي نضيف عليها هذيك الزبده. طبعا ما تنساوش انني انا راه كندير جوج ديال لي طارط، وهاد الكريمه راه غندير بها غير تبقى في كل طارطه. غادي نضيف عليها كيف ما كتشوفوا الزبده ديالي ونبدا كنحركها غير بشويه. عرفتوا البنات هاد الزبده نسيت باش نقول لكم بانني ضفت لها نص معلقه صغيره ديال زيت الارغان حتى تخرجوها، وضيفوا لها نص معلقه صغيره الا كانت متوفره عندكم، ولا ما كانتش ماشي مشكل لانها فعلا كتعطي واحد النكهه بحال كتاكلي كريمه باملو شي حاجه بحال هكذا، ولكن راه كتجي رائعه. انا راه كنخلط غير بشويه، غير كنسرع. ضروري تخلطوا غير بشويه باش ما تهبط لكمش الكريمه. غادي نديرها في الثلاجه وغادي نبدا نسقي لاباط ديالي بالحليب كيف ما قلت لكم. وغندير طبقه ديال الحليب وطبعا بعدها طبقه ديال الكريمه ديالي اللي جهزت. غنحاول نفردها على الطرطه ديالي كامله وغادي نحلها. يعني ماشي ضروري تجي مسطحه لانه هذا راه ماشي الوجه ديال لا طارط. باختصار شديد البنات انا راه ماشي محترفه في لي طارط، ولكن ننصح زعما نضمن لكم هاد الطارطه انها جات غزاله في المذاق ديالها ولا حتى في الشكل ديالها، رغم انه التزيين كيف ما قلت لكم ما كانش كيف ما كنت باغيه. لاننا كنا عوالين ان نديروها على من المغرب. هذه هي الكريمه اللي جهزت. شوفوا كيفاش كديريها في الثلاجه كيفاش كتعقد، كتجي رائعه، كتجي فنه البنات وفيها واحد المذاق رائع. درت لاباط الثانيه سقيتها بالحليب وغادي نضيف عليها الكريمه الثانيه ديالي اللي هي كريمه ديال الشوكولا كريمه والفواكه البريه. وبنفس الطريقة هاد المرة غادي ندير لاباط الثالثة أو الطبقة الثالثة والأخيرة اللي غادي نسقيها حتى هي بالحليب، وغادي نضيف عليها الكريمة ديال الناتا مع الجبن
ماسكاربون فقط. يعني هاد المره ما غاديش نضيف لها لا لوز لا حتى حاجه، غادي نخليها سامبل باش تعطيني حتى بياض اكثر. وغادي نحاول اني نغطي بها الطرطه ديالي من الفوق ومن الجناب، ونطلقوا نشوف طريقه التزيين. كما كتشوفوا الكريمه البنات اللي كنضيفوا لها ماسكاربون كتجي شاده راسها وكتعاوننا في التزيين. انا حاولت انني ندير واحد الطبقه ملسه مهمه على قد ديال البنات، كيف ما قلت لكم انا راه ماشي محترفه. غادي نحيد الليمون من الجناب وغادي نحاول نغطيها من الجناب، وغادي نغطيها بالكلاصاج اللي حضرته في البيت، واللي طبعا الطريقه ديالو سهله وبسيطه. الا كنتو باغيين نقولوها لي نتقاسمها معكم. غادي نحاول انني نغطيه او نغطي الكيكه ديالي او الطرطه ديالي بالكلاصاج من الاعلى. طبعا الطرطه ديالي راها متجمده، دخلتها الكونجيلاتور حتى شدت راسها مزيان مزيان، عاد ضفت لها كلاصاج اللي كيكون سخون، يعني سخون مع البارد. بالنسبه للتزيين كيف ما كتشوفوا خديت هنا شويه ديال الشوكولا اللي وضعتها في بابيل او في ورق الزبده ودخلتها للثلاجه، شدت راسها وحاولت انني نتفنن شويه وصافي. بالنسبه للجنيبات زعما جيت ندير دميعه ساعدتهم دموع نيت. المهم ما تديوش عليا بزاف، راه تزيين كيف ما قلت لكم غير على قد الحال، ولكن راه جات مزيونه وجات حتى البنه بنينه. خديت هنا شويه ديال الشوكولا اللي قطعتها باش نغطي داك الدموع ديال الجناب باش يجي المنظر ديالهم افضل واجمل. وكيف ما كتشوفوا البنات راه ما كنديرش شي تزيين او شي حاجه ديال المحترفين اللي ما غاديش يقدروا عليها يعني البنات، بالعكس شي حاجه بسيطه وسهله واللي كنضمن لكم انه اي وحده تجربها في البيت غادي تكون ناجحه معاها 100%. بنينه بزاف وحتى الشكل ديالها كان زوين. وباش نكمل التزيين ديالها خديت مول سيليكون صغيور اللي غادي ندير فيه طبقه ديال الشوكولا، ومن بعدها غادي نحشيه بشويه ديال سيريالات اللي خلطتهم بالكراميل. ممكن نستعملوا فواكه جافه ونغطيه بشوكولا وغادي نزين به من الاعلى. هنا بالنسبه للطرطه صغيره فانا استعملت الكلاصاج ديال الكراميل. الا بغيتوا البنات هاد الطريقه ديال عمل الكلاصاج راه سهله وبسيطه وبمكونات جدا جدا بسيطه وموجوده في كل بيت، قولوها لي في التعليق ونديرهم لكم فيديو مستقل. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي طارت ديالي بجوج. هادو من اللعيبات اللي زدتها من الفوق واللي قلت لكم انني عمرتهم بشويه ديال السيريالات مع الكراميل والشوكولا. وهذا هو كان التزيين البسيط ديالي ديال جوج حليوات، وحده خليتها في الدار وحده خديتها معايا. ودابا غادي ندوز نقطع معكم الطرطه اللي غنخليها في الدار باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي. شوفوا كيفاش كتجي البنات طبقه بطبقه والشكل ديالها زوين والمذاق ديالها رائع. نتمنى انكم تجربوها، تنال اعجابكم وتنال اعجاب ضيوفكم. الا جهزتوها لهم غير ديروها بعينيكم مغمضين، راها ناجحه 100%. من الاشياء اللي خديتها معايا كذلك كان هاد الطبق ديال المملحات اللي كيجي راقي رائع ساهل وبسيط، مكونات متوفره في كل بيت، واللي غنتقاسموا معكم قريبا في فيديو مستقل، فيديو قصير اللي غادي تلقاو فيه كل التفاصيل. وهذا هو لوكال اللي استأجرنا. وطبعا دائما الحاجه اللي كنركزوا عليها في اي مكان كنستأجروه للحفلات ديالنا انه يكون فيه فضاء للاطفال باش يلعبوا ويستمتعوا، وفي نفس الوقت حنا ما نحسوش بهم وما يكونوش يعني ما يعذبوناش، ونكونوا حنا كنستمتعوا وحتى هما كيستمتعوا وندوزو وقيت زوين. وفعلا كان المكان جدا ملائم للاطفال، دوزو نهار كامل هما كيلعبوا وما حسيناش بهم نهائيا. هنا بدينا التجهيزات ديالنا، بدينا كنوجدوا البوفيه، كنحطوا الحويجات. كيف ما كتشوفوا البوفيه راه كبير فيه ثلاجات كثيره يعني فين نبردوا الحويجات. كان هو يعني في الحقيقه مجهز من كله. هذا هو المطبخ واللي حتى هو مجهز من كل حاجه ممكن الانسان يحتاجها باش يطيب باش يسخن باش فضاء كبير ومكان كبير فين تحطي الحويجات. مهم كان الملائم جدا الحفله ديالنا. وطبعا بالنسبه لنا حنا راه ما جبناش ما طيبناش هنا، وانما جبنا الماكله طيبه. كانت المنيو ديال اليوم هو الرفيسه اللي كديرها لنا خالتي فاطمه واللي كنشكرها من هنا، كتجي رائعه بنينه زعما الرفيسه ديال القلب. وطبعا الشكر كل الشكر لجنود الخفاء البنات اللي هما راهم عارفين راسهم اللي كانوا هما اساس هذه الحفله باش تنجح وباش تكون في المستوى المطلوب كيف ما بغيناها. وان شاء الله باذن الله مازال نديروا مره اخرى حفلات اخرين ويكونوا افضل وافضل. وكيف ما شفتوا هنا راه جبنا الاكل ديالنا طيب، غادي ندخلوه المطبخ غير باش نسخنوه ونحطوا المشروبات والماء باش يبرد. وكانت هذه هي التجهيزات ديالنا. كنحاول نتقاسم معكم الخطوات خطوه خطوه او العشيه كيفاش دازت من البدايه ملي بدينا كنحضروا للحفله ديالنا.
وبصراحة حقيقة هاد النوع من الحفلات اللي كنديروهم هما عبارة على فكرة لتفجير الطاقة اللي كتكون عندنا لداخل، أسلوب وطريقة باش الواحد يبدل الجو، يضحك، يلعب، يبدل الروتين اليومي ديالو. وبصراحة نصيحة لأي بنات، لأي سيدات، لأي وحدة عندها طاقة سلبية، عندها ضغط نفسي، عندها ضغط الحياة بصفة عامة، اللي كنكونوا دائما عايشين نفس الروتين، نفس مرة علاش لا ما نتجمعوش ونديروا عشوية بحال هكذا اللي منها نحتفلوا ونفرحوا ونبدلوا جو. ووليداتنا حتى هما نفس الشيء. كتكون زوينة، كتكون فرصة باش الواحد يغير جو، فرصة باش الواحد ياخد واحد الطاقة إيجابية. خصوصا الناس اللي هنا في الغربة ما عندناش مناسبات، ما عندناش أعراس، ما عندناش حفلات اللي نحضروها، فكنديروا حفلات لراسنا، شطحنا، بدلنا الجو. كيف ما قلت لكم الحفلة ديال اليوم كانت بمناسبة الانتصار، احنا بالنسبة لنا انتصار، وبالنسبة لنا فخر اللي يعيشونا أبطالنا أسود الأطلس في المونديال ديال 2022، مونديال قطر اللي دخل التاريخ، واللي دخلنا به ودخلوا كاع الشعوب العربية للتاريخ، وفرحونا وحمرونا وجهنا، فبغينا نحتفلوا بهم. كيف ما قلت لكم الاحتفال كان غيكون قبل، لكن للاسف بما انه هاد الساعه هي فتره ديال الاحتفالات، فكان صعيب اننا نلقاو شي لوكال اللي هو خاوي. وطبعا حنا ناس كتار ما يمكنناش غادي نكونوا في شي دار، وفي نفس الوقت الباركي او شي حاجه اللي مفتوحه كتبقى ما بين البرد وما بين باغيين نشطحوا، باغيين نكونوا اليز ونكونوا على راحتنا. وهذه هي الرفيسه ديالنا وجدات، جات غزاله البنات. بصراحه في هذا البرد ما تصلح الا الرفيسه، جات بنينه لواحد الدرجه ما شهيتكم. وكيف ما كتشوفوا المنظر راه كيهضر على راسو. المريقه ديالها معلكه وخاتره، زعما اللي يا سلام، الله يعطيك الصحه خالتي فاطمه ويطول في عمرك. من الحويجات اللي بغيت نهضر عليهم في هذا الفيديو البنات هو الدرس اللي عطاه لنا المنتخب المغربي الوطني هذا العام، اللي عطاه للشعوب كامل، اللي عطاه للعالم، ماشي غير الشعوب العربية المسلمة، وإنما عطانا واحد الدرس كبير عمرنا ما غادي نساوه. درس كان صعيب علينا نعلموه لوليداتنا ونوصلوا الفكرة لوليداتنا، لكن وصلتهم، وهي درس النية. أول درس كان هو درس النية، كيفاش إنسان إلا دار النية، إلى تاق في قدراته، راه ممكن يهد جبال، ممكن يصنع المستحيل، ممكن يصنع تاريخ جديد ويبني لنفسه مستقبل كيف ما بغاه وكيف ما تمناه. طبعا إلا كان النية مقارنة بالإيمان بأن الله سبحانه وتعالى ما كيضيع عمل حتى شي حد. الدرس الثاني اللي عطاوه لنا المنتخب الوطني هو درس بر الوالدين. كما شفتوا كيفاش الترابط الكبير اللي كان ما بين اللعابه او حتى المدرب ديالهم بالامهات ديالهم، كيفاش كان هذاك الدرس اللي وصل لوليداتنا بدون ما نتكلموا. عارفين الدراري ما كيتعلموش من الهضره ابدا، وانما كيتعلموا من داكشي اللي كيشوفوه بعينيهم. صدقوني لما كيشوفوا شي حاجه خارجه من القلب، راه كتدخل قلوبهم فعلا وكتوصل لهم الفكره. وهذاك الشيء اللي وقع تماما مع المنتخب الوطني. الدراري ديالنا تعلموا شنو معنى بر الوالدين وفي ممكن يوصل. الدرس الثالث هو خوا والشعوب العربية دائما موحدة، ودائما يد واحدة، ودائما مع بعضياتها، ولا للفتنة. المغرب والجزائر أو أي دولة من الدول العربية، كلنا خوت وكلنا عرب، كلنا مسلمين. وإلى هنا كنكون وصلت معكم إلى نهاية الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.